تعالوا نكمل يا شباب حل باقي صفحة 18. السؤال رقم 16 بيقول are protesting against the plan to destroy part of the rainforests. طبعا مين اللي احتج على تدمير خطة تدمير جزء من الغابات الاستوائية؟ طبعا هم الأشخاص المحافظين على البيئة. هتكون كلمة conservationists اللي هي الاختيار رقم B. سؤال رقم 17 We should encourage children to play with toys made from environmentally friendly natural. لازم نساعد الأطفال إن هم بيلعبوا بالألعاب اللي هي مصنوعة بمواد صديقة للبيئة. يبقى كلمة مواد materials. اختيار رقم C. Space means traveling on natural areas with the responsibility of conserving the environment. ايه هو معنى ايه السفر لأماكن طبيعية مع تحمل مسؤولية الحفاظ على البيئة؟ هي طبعا السياحة البيئية. الاختيار رقم B الإيكو توريزم. My daughter's eyes not أو space up as a result of her long cry after her difficult exams. طبعا هي ورمت، عينيها ورمت بعد البكاء الشديد بعد الامتحان الصعب. كلمة يتورم swell up يبقى هنا swelled up. الاختيار رقم A. Number 20 Sinai is full of mountain and hills where you can go safely. طبعا ان انت بتمشي على الجبال يترجل، دي كلمة trekking اللي هي number B. Question number 21 Scientists think that pollution has some bad effects on the balance of our. طبعا بيقولوا العلماء أو يعتقدوا إن التلوث ليه تأثير سيء على التوازن بتاع النظام البيئي اللي هو كلمة ecosystem. Number D. Question number 22 I was climbing to the top of a hill when the wind blew my hat off. خلي القبعة. الاختيار رقم C of اللي هي double F. Number 23 every one of us should try hard to do something different in their life. طبعا سهلة جدا. to do نعمل حاجة مختلفة في حياته. experts always try to ensure that tourism is. عايزين العلماء دايما عايزين يحاولوا انهم يخلوا السياحة امر مستدام. كلمة sustainable number B. Number 25 in the past women used to do the washing up on the of the canal. بقول لك في الماضي السيدات كانوا متعودين يقوموا بعملية الغسيل في على شاطئ القناة أو شط القناة. هي كلمة بانك ضفة نهر أو ترعة أو قناة. بعد كده الأسئلة اللي جاية بعد كده يا شباب choose the two correct answers from the five options. بنختار 2 إجابة من ال 5 options اللي قدامنا. السؤال 26 بيقول be careful the forest is full of giant snakes and spiders. The synonym of the word giant are. بيقولك المعنى من كلمة giant. هو طبعا في كلمتين هنا، طبعا كلمة تاني صغير ومينت وسمول كلهم ما ينفعش يبقى معناهم giant لأن كلمة giant أصلا معناها عملاق. فهنا كلمة gigantic و colossal طبعا الكلمتين دول بمعنى كبير أو هائل أو ضخم أو عملاق. 27 the teacher intended to help students avoid common mistakes. The antonyms of the word avoid are. قالك إن دايما المدرس بيخلي الطلبة تتجنب الأخطاء الشائعة أو العامة اللي بيقعوا فيها دايما. فهنا عايز ال antonyms of the word avoid. عكس كلمة avoid يتجنب. عندي في كلمتين هنا كلمة face يواجه، وكمان أول كلمة seek. الاتنين بيمشوا عكس كلمة avoid. Number 28 it is a unique achievement is no one has ever won the championship 5 times before. The synonym of the word unique are. قالك إنجاز فريد من نوعه دي حقق
الشامبيونشيب 5 مرات قبل كده. فهو عايز معنى كلمة يونيك اللي هي فريد من نوعه. طبعا عندنا كلمتين، كلمة exceptional و special. Number 28, the helicopter crashed in a remote desert area. لكن إن الهليكوبتر اصطدمت في منطقة بعيدة في الصحراء أو تحطمت يعني. The antonyms of the word remote are طبعا عكس كلمة بعيد. كلمة قريب هي كلمة remote يعني بعيد. ايه الكلمتين اللي ممكن يكونوا قريب هنا؟ هي كلمة near دي معروفة جدا، وكلمة close. حد يقول لي يا مستر هي كلمة close مش معنى يغلق؟ هقول لك أيوة، وليها معنى تاني بمعنى قريب جدا. Space, the police caught the seller who tried to cheat the tourists. والبوليس قبض على البائع اللي كان بيحاول يغش السائحين. فاحنا عايزين نجيب معنى كلمة وفي النهاية. كلمة وفي النهاية هنا هي هتكون كلمة at the end، وعندي كلمة finally. وبكده نكون حلينا واجب الهوم ورك اللي موجود على الكلمات بتاعت lesson 1 و 2 في الوحدة الأولى من الدرس.